تالت حد ده اللي بيراقب، ده من صغره شاف كويس قوي ان البيت ده خطر، هو مش فاهم هو لأي مدى خطر، هو بس اتدرب كويس قوي يقرا الأوضة، لغة جسدهم، ويقرا امتى الانفجار هيحصل عشان يا اما يستخبى يا يهرب. ده بيكون اكتر حد مناعته وجهازه العصبي متدمرين، لانه طول الوقت عايش بكمية كورتيزول في جسمه صعبة جدا. رابع حد بقى ده البلاك شيب او كبش الفدا، ده اللي كل افراد الاسرة بيشاوروا عليه ويقولوا هو ده المشكلة، لان حقيقي وجوده بيوريهم المشكلة. الشخص ده هو جهاز الانذار الوحيد اللي شغال ما بينهم. هو الفكرة انه مش قادر يمثل، مش قادر يشوف ان ده طبيعي، ومش قادر يحس ان ده بيت طبيعي، مش قادر يشوف ان نوعية المشكلات اللي بتحصل او الانفجارات اللي بتحصل ده شيء طبيعي. مش عارف يمثل ومش عارف يكون زيهم، فبالتالي بيصرخ او يتمرد. ازاي بقى؟ يستخدم الهجوم كأفضل وسيلة للدفاع، او بينسحب انسحاب كامل. بيفضلوا مشيلينه ذنب تفكك الأسرة، وهو نفسه يا حبيبي ساعات بيفضل حاسس ده لمجرد بس ان هو رفض يشترك في مسرحية احنا بيت زي الفل. يوم الجمعة بقى بيعمل ايه في القصة دي كلها؟